في عيادتنا هنا في ايترنا اي وليزك كلينيك دكتور احمد سعيد، عندنا جهاز اسمه فندس كاميرا بنفحص بيه قاع العين، نقدر نصور بيه العصب والشبكيه، لو في اي اعتلال من اي نوع بنقدر نسجله في لحظتها. تاني نقدر نحصل على التشخيص النهائي من غير ما تروح تعمل فحوصات معقده في مراكز بعيده وبعدين نرجع في العياده تاني. احنا صورنا من شويه قاع العين بتاعنا والحمد لله العصب والشبكيه ممتازين جدا جدا. هنا مثلا باين فيه اعتلال سكري شبكي وباين فيه رشح في الشبكيه ونقط فيها نزيف في شبكيه العين. مثلا عن طريق جهاز فحص قاع العين قدرنا نشوف مثلا ان عندنا هنا ارتشاحات سكريه ونزيف في شبكيه العين لمريض عنده سكري. ده مريض للاسف في حاله متاخره جدا، عنده نزيف شديد في قاع العين في السائل الزجاجي وبدايه انفصال شبكي كمان باين في الصوره. ده مريض عنده التهاب سابق في شبكيه العين. في مريض كمان ظاهر فيه بدايه غشاء تحت مركز الابصار او قرب من مركز الابصار. هنا برضو ده مريض عنده اعتلال سكري شبكي وواضح ان في ارتشاح دهني او بالكوليسترول شديد جدا في مركز الابصار وجنب العصب، ده طبعا بيبقى ليه اثر كبير على النظر بتاع المريض.